دجله والمصري في اسماعيليه، الفرقتين كانوا عاملين معسكر في اسماعيليه. المصري لسه مستمر، ووادي دجله يعني رجع خلاص، خلص معسكره في اسماعيليه ورجع الى القاهره. كان في مباراه ما بينهم انتهت 3-0 لصالح وادي دجله، وبكره النادي المصري هيلعب مباراه ان شاء الله في معسكره في اسماعيليه مع نادي الشهداء احد انديه القسم الثاني في اسماعيليه. تعالوا نشوف استعدادات وادي دجله واستعدادات النادي المصري في معسكرهم في مدينه الاسماعيليه، ونرجع نكمل مع بعض في كرة كل يوم. كابتن عادل مأمور اتكلم معانا اول ما جينا بعد رحيل كابتن احمد الشناوي، قال لنا دلوقتي ما فيش حد اساسي ومفيش حاجه احتياطي. اول حاجه انت بتنزل بتعمل عليك الاول في الملعب، وبعد كده بقى انت بتيجي ادائك انا بقيمه الاول في الملعب، ونشوف لو انت مجتهد في التمرين مؤدي بشكل كويس في التمرين، انا بقى من خلال التمرين ومن خلال بقى تفكيره واشوف الشغل اللي انت بتشتغله هتنزل في الملعب هشوف ادائك، ومن خلال الماتش والتمرينات اللي هو بيعملها هنقيم الاداء بتاعنا، وان شاء الله يعني باذن الله خير. ان شاء الله يعني الكابتن يتكلم معانا كويس، وكابتن طارق يحيى يتكلم معايا كويس بصفه المنتخب، وان شاء الله مثلا في حراسه النادي المصري وانا سنه صغير والكلام دوت، هو اتكلم معاه قال لي شد حيلك عشان انت ان شاء الله في نسبه كبيره ليك انت تشارك في الماتشات الوديه والرسميه والكلام دوت. ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه ان شاء الله باذن الله في الدوري السنه دي، ونبقى نفرح جمهور بورسعيد اللي بقاله زمان ما فرحش، وان احنا نعوضهم عن السنه اللي فاتت اللي شافوا معانا مراحل صعبه وعاشوا معانا مراحل صعبه في اخر الدوري، وان شاء الله باذن الله نعمل لهم حاجه السنه دي. وبالنسبه للصفقات طبعا اضافه كبيره للفرقه، اسماء كبيره مش عايز ننسى حد، كابتن احمد رؤوف، كابتن حماده يحيى، الياس ومحمد جبر، عشان ما ننساش حد، صفقات على اعلى مستوى. مجلس الاداره بيوفر لنا كل حاجه، وكابتن طارق موفر لنا كل حاجه، بنتمرن على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه لجمهور بورسعيد نفرحه باذن الله نعوضها السنه اللي فاتت. ربنا مدينا ميزه السنه دي ان احنا عندنا نجوم فعلا كتير، وفي كل مركز اكتر من 2 أو 3 جاهزين، ولكن هو احنا هنشوف مين الانسب او اللي فيه تجانس بينهم وبين بعض اكتر، واللي هيقدروا يفيدوا الفريق اكتر. وده طبعا الكابتن طارق يحيى يعني بيعرف يعمل دي كويس، بيعرف يتعامل مع النجوم كويس، فبالنسبه لنا مش مقلقه خالص، بالعكس انا عايز اطمن جمهور النادي المصري، عايز اطمنه على فرقته السنه دي. ان شاء الله هنعمل فرقه كويسه جدا، بس عشان خاطري عايزين انهم يصبروا علينا شويه، وان شاء الله النتائج هتيجي مستقبلا. يعني دلوقتي احنا بنحاول نعمل حراس مرمى جديده للنادي المصري، وبالتالي عندنا احمد حسين حارس مرمى واعد، عندنا محمد عربي استخدمناه من نادي سموحه، وعندنا تحت السن منتخب اولمبي ابراهيم الجرايحي، عندنا صغير كمان عنده مواليد 98 ده اسمه عبد الله. دول 4 حراس موجودين لنادي الزمالك، لنادي سوري للنادي المصري، معلش انا تعب مرتبط بنادي الزمالك شويه، فاحنا بنشتغل عليهم طبعا كله ليهم من الناحيه النفسيه والبدنيه والمهاريه وبالتالي احنا مستنيين بس الايه ان الناس لازم تصبر عليهم شويه عشان نعمل حراس مرمى. الحارس ما بيبقاش في يوم وليله جوه حارس مرمى نجم او اول في الفريق، كل ده بيجي عن طريق التدريب، المباريات الوديه من الجماهير، تشجيع، المسانده للحراس المرمى. انت عارف ان حارس المرمى دلوقتي ما بقاش 50%، بقى 75% بعد الطرق الجديده بتاعت اللعب اللي احنا بنلعب بيها 4-4-2 والطرق الحديثه دي كلها. بادئين فتره اداء كويسه قوي مع كابتن طارق يحيى، وشادين حيلنا جامد، ان شاء الله ناويين نعمل حاجه السنه دي. والنادي المصري طبعا فريق كبير، وان شاء الله الواحد يكون يعني جزء ان هو يصعد بالنادي المصري لحته كويسه ان شاء الله في الدوري السنه الجايه. ماشيين بشكل كويس في التمرين، لسه بادئين بقالنا اسبوع، دخلنا معسكر اهوت، ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله ونقدر نحقق حاجه السنه دي ان شاء الله لجمهور النادي المصري، نقدر نعوض السنه اللي فاتت ديت يعني ان شاء الله. جمهور كبير في ظهرك، عليك ضغط اكبر طبعا، بحيث ان انت لازم ترضي الجمهور دوت وترضي بورسعيد، لان انت بتلعب في النادي المصري، نادي بلد طبعا، على عكس وادي دجله طبعا نادي شركه، فربنا يكرم ان شاء الله ونرضي طموح الجماهير وطموح النادي المصري ان شاء الله. ابو حميد. هذا البرنامج برعاية